في بنوته لوحدها من الجواز العرفي اتوقع. مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج البيوت اسرار. برنامجنا على طول بيجيب ضيوف جديده، زوج زوجه، واحيانا بيكون معانا طرف ثالث، حما، اخت او حد من افراد العائله. ولكن انا بيكون الاقرب لقلبي لما بيكون الزوج والزوجه، لان انا بحبهم يكونوا على طبيعتهم وعلى حقيقتهم بكل شيء. وزي ما بقول لكم دايما ان دخول اي طرف ثالث الا طبعا في حاله الطوارئ بيكون مش ألذ حاجه ومش الطف حاجه. عايزه كمان اعرف ضيوفي على موضوع مهم قوي معايا في البرنامج، وهو المحلل النفسي. المحلل النفسي حد موجود معانا في الكنترول بيعرفني لو حد من ضيوفي بيكذب، بيعرف هو من لغه الجسد، وساعتها طبعا انا بضطر اوقف ضيوفي واحرجهم قدام بعض وقدام حضراتكم، ودي مش حاجه لطيفه خالص. خلوني ارحب بضيوفي الاول في الحلقه. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه هبه. اهلا بحضرتك. احكي لي بقى عنكم شويه. بقى لكم قد ايه متجوزين؟ يعني السنه 16. ما شاء الله. ده تمام. عن حب ولا على ايه؟ بنت الجيران بقى وكده. يعني ما فيش حب؟ لا، بنت الجيران يعني معاكسه وحب والحب راح؟ لا طبعا. لسه موجود؟ موجود طبعا. وانتي؟ زي ما قال حضرتك، هو تعرفنا احنا جيران يعني متربيين سوا قدام بعض وتوفقنا الحمد لله. وشايفه ان بعد 16 سنه محمد اتغير معاكي؟ هو في حاجات بسيطة كده يعني بتعدي عليه. بتعدي عليه؟ طيب وانت؟ هي اتغيرت معاك؟ لا لا، ما اتغيرتش. كويسه في كل حاجه؟ يعني زادت اكتر كمان. بقت يعني كويسه حاجات اكتر؟ يعني حاجات كانت لسه اتعلمتها بقت تتعلمها. اكلها حلو؟ طبعا. بس انا المحلل النفسي بيقول ان انت بتكذب وهي اكلها مش حلو. لا، الى حد ما. إلى حد ما. بدأ يبقى بدأت بعد 16 سنه يكون اكلها حلو؟ ليه انت كنت عايشه ازاي؟ هي اتعلمت فيا بصراحه. اتعلمت فيك. يعني انت الحب زي ما هو او زاد؟ زي ما هو. بس انا برضو المحلل النفسي بيقول لي ان الحب قل، او انت بتكذب يعني. لا، ممكن يكون خد شكل تاني بس ما قلش ولا حاجه. يعني ايه خد شكل تاني؟ تعودت عليها خلاص يعني؟ طبعا. بقى تعود مش حب. تمام. تعود. تعود يعني عادي ممكن تتجوز عليها تاني؟ هي بصراحة لا، مش في الخطة يعني. برضه المحلل النفسي بيقول انك بتكذب. طب انا ليه كل شويه اوقفك واحرجك؟ طب بتقول الحقيقه على طول. لا مش يعني مش دلوقتي يعني. بس دي خطه عندك انك تتجوز عليها تاني؟ يعني اذا اتيحت بصراحة. اذا اتيح يعني لو الظروف الماديه احسن والكلام ده كله انت ممكن تتجوز تاني. مظبوط. طب انت ايه رايك في الكلام ده؟ مش عارفة اما يجي وقتها يحلها ربنا. لا مش لما يجي وقتها. انت دلوقتي هو عايشه مع جوزك وبيقول لك انا احتمال لو الظروف اتحسنت اتجوز عليكي. مش عارفة، يبقى اكيد ابقى متضايقة يعني في حاجة. هتطلقي ولا هتكملي؟ اتفاجئت بصراحة بالصيد بكلامه يعني؟ بكلامه ده. طيب اهو يعني قولي لي اللي انت حاساه دلوقتي، هتطلقي ولا هكملي؟ لا، ممكن ما اكملش. خلوني اطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم مره اخرى. تتكلمي الصراحة. ما اتكلمش. لا، انت صريحة أو صريحة يعني. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طمني عليك. الحمد لله. بقالي كتير ما شفتكش. ايه ده الصدفة الجميلة دي؟ انا مبسوطه قوي ان انا شفتك اصلا. كويس ان القهوه معموله مظبوطه زي ما انت بتحبها. انا مبسوطه قوي ان انا شفتك. لسه فاكرة؟ ايه لسه فاكرة القهوة مظبوطة؟ طبعا. انا اقدر انسى القهوه بتاعتك؟ ربنا يخليك. ايه فينك دلوقتي؟ موجوده. بشتغل هنا. فترة من أيام لا ما بقالناش فتره ولا حاجه، احنا لسه كنا مع بعض. اللي المدينة. مين؟ المدينة. اهلا.
ماشي انا قاعد شويه كده. طيب هجيلك تاني. مش عارفه. نشرب القهوة اللي مظبوطة. عامله لك قهوه انت كمان. لا هي عاملة لك القهوة ليك انت مظبوط اكتر. ايه المفاجاه الجميله الغريبه دي؟ مشافتك امتى بقى؟ شافتك امتى؟ قريب. من وقت شويه كده، وقت كبير مش قريب أوي يعني. مم. طيب بعدين بقى. مالك؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. نور قارئة الفنجان. اهلا بحضرتك. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ اهلا تمام، بحضرتك. الحمد لله. ورجعت لحضراتكم مرة أخرى، ودلوقتي رجعت مع فقرة لذيذة انتوا بتستنوها وأنا كمان بستناها عشان أتعرف على ضيوفي أكتر، وهي قراءة الفنجان مع قارئة الفنجان نور. أهلا بيك يا نور. اهلا يا فرح. أخبارك إيه؟ كله تمام. نور أنا متحمسة جدا أقرأ الأستاذ محمد الفنجان ولزوجته برضه الفنجان. يلا مستعدين مستعد. وهنتكلم بمنتهى الصراحه. منتهى تمام. الصراحه. مستعدين اتفضلي. للحقيقه كامله. يلا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه ليه دايما الرجاله عندهم حاجات غامضه بحياتهم. زي إيه يا نور؟ بصي، سر كبير هيتفضح قريب قوي، والسر ده كان مخفي من فتره، والخفا ده هتظهره واحده ست. مراته يعني اللي هتظهره له؟ اللي هتعرف الموضوع ده مراته. مم. طيب احنا متجوزين الجوازه الاولى دي ولا الثانيه؟ لا الأولى. الاولى. مم. طيب احنا مادام انا قلنا بالبدايه هنتكلم بمنتهى الصراحه فلازم اقول الحقيقه. لا حضرتك متجوز، ومتجوز جواز عرفي. والجواز ده مش بعيد يعني، وفي طفل، والفلوس اللي بتتاخد انت بتشتغلي صح؟ دايما بيقول لك انا مديونه وعندي دين في حاجه كده صح؟ باخد منك فلوس؟ لا. في قصه على فلوس، مامتك مع مامته في حاجه، في فلوس، في خلاف حصل على فلوس، بس ايه الخلاف ده انا مش عارفه. في مبلغ جاي لك قريب، مبلغ كبير جدا. في حاجه انت حاططها بشكل وديعه او حاجه زي كده ومش قايل عليها لحد خالص. في برضو رزقه كبيره جايه تانية، ما شاء الله يعني جميله جدا. انت حد غامض، بتظهر انك شخص واضح وطيب وصريح، ولكن انت عكس ذلك تماما يعني. والبنوته اهي. عندكم اولاد او حاجه؟ ايوه. في بنوته لوحدها من الجواز العرفي اتوقع. في جواز عرفي انا متاكده. يعني قصدك انه مخلف كمان من الجواز العرفي؟ في بنت هو صغيره. هو ليه بنت اصلا؟ بنتي انا. لا في بنت. بصي الجواز العرفي موجود عندي هنا. بصي الجواز اللي بيكون يعني الناس عارفاه كلهم ما بيكونش بالشكل ده. حضرتك تقصدي مخفي يعني؟ مخفي. يعني دايما كلمه مخفي بتظهر معانا ده بيكون عرفي. مم. وممكن يكون مره واثنين يعني لانه مخفي. بتروح الشغل، بس في حته تانية بتروح عليها ب 6 اكتوبر، والمكان ده المبنى المدخل بتاعه فيه كشك اتصالات، وبتكون تكلم حد هناك وتقول لمامتك اعملي 1 2 3، والموضوع هيتكشف. مش موضوع الجواز، الموضوع الثاني اللي انت مش قايله ولا لحد الا لمامتك. احنا كده اكتفينا، ما تعمليش بايدك كده، انا اسفه جدا. هنا لا، احنا اتفضلي. برنامج مبني على المصداقيه، فهي لازم تقول كل حاجه. وحاجه اخيره، الحاجه اللي انت مخبياها افضلي مخبياها، ما تخلوش يعرف عنها حاجه لانه ما بيستاهلش. خلي بالك كمان ده علم، مش دجل، ده علم. نور بقى لها 20 سنه في المغرب في الموضوع ده. طيب انت كده قلتي كل حاجه يا نور؟ خلصت. شكرا ليكي. شكرا يا فرح. انا عامه المحلل النفسي بيقول لي في ودني انه انت فعلا يعني متجوز. كنت.
كنت متجوز صح؟ كنت. مم. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. مش عارفه اقول لك ايه. مش عارفه اقول لك دي علامه انك جيتي البرنامج بتاعي عشان تكتشفي حقيقه جوزك، ولا زعلانه انك اكتشفتي الحقيقه عندي. مش عارفه اقول لك ايه. لا حضرتك مالكيش ذنب، مش عارفه. انا اللي نايمه غالبا. طيب خلوني اطلع لفاصل، ولان الوضع زي ما حضراتكم شايفين كده يحزن، فخلوني اطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم مره اخرى. الست اللي معاك أميرة، حافظ عليها وبتستاهل معاملة أحسن من كده. شكرا. كنت متجوز. لما اروح هكلمك الموضوع ده. مش مكان هنتكلم فيه. اشرح لي الوضع جه ازاي. متكونش بس بتاعت البونبوني عشان دي تبقى مصيبه سودا. ساعتها هيبقى اليوم كله غلط. انت في فترة من الفترات كده حسيت ان يعني كان في شيء لازم يتغير؟ ماشي، اما نروح نتفاهم، عشان في ناس وسطينا. انت كان وعيالك ممكن- اللي هيتفرجوا ويسمعوا دول. كان ممكن ما تعرفيش عنه. يا ريت والله. يا موزي تسلم ايدك. بجد؟ تسلم ايدك، جميلة جدا. بالهنا تسلم على إيدك. قلبك. ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك؟ الحمد لله. ايه بتصل بيك ما بتردش عليا ليه؟ انا اللي برد على الموبايلات. نعم. انا اللي برد على الموبايل بتاعي. ما جاليش اتصال قبل كده. لا اتصلت بيه كذا مره. بجد؟ هو انت بتردي على اي رقم؟ اي رقم برد عليه. بكلمه على 012 مم. بس هو ما معهوش بيردش اصلا. معهوش 012. ايه ده؟ لا انا بكلمه على طول على 012. ممكن تكوني بتكلمي حد تاني مش واخده بالك. نعم. هتلخبط في جوزي يعني؟ جوزك؟ اه. متجوزك بقاله قد ايه بقى؟ بقالنا سنتين. انت مش مصدقه؟ ليه مش هصدق عليكي؟ طب ما تيجي تتفضلي جنبينا. لا انا اتفاجئت اصلا ان هو مش قايلك. لا ما هو لسه هيقول لي لما اروح ان شاء الله. على فكره انا المفروض انا اللي اكون في البرنامج ده مكانك. يعني انا مكانك، انت المفروض تقومي وانا اقعد. بجد؟ بس هو مش قايل لك بقى ان هو متجوز، دي مشكلته هو. بس هشرح انا لك ما هشرح لك. تشرح لي ايه؟ استنى انت خالص. طب ممكن تكلميه كويس عشان في ناس، ولا انت مش واخده بالك؟ لا انا واخده بالي ان في ناس، بس هو مش واخد باله ان هو كذب عليا. لا لا. وكذب عليك انت كمان. كده عليكي في ايه؟ اصل هو قايل لي ان انت عارفه ان احنا متجوزين. ممكن يكون قبلي ونسيت هي دي حاجه تتنسي؟ ممكن بنسى كتير انا. والله. لا ثانيه واحده بس تفهم ايه. روح اقعد بس جنبها. روح. طب ممكن احنا قلنا نتناقش لما نروح. انت طب مش بتقول لها ليه ايه؟ فتحت كلام؟ انا عايزه نتناقش اسمع انت بتقول لها ايه، بس عايزه اسمع انت لما بتقول لها نروح. ايه. نتناقش لما نروح يعني. لا ما تفهمنا احنا الاثنين دلوقتي. هو انت مش عشان- قايل لي ان مراتك ام ولادك عارفه ان احنا متجوزين؟ هو انت شايفه هنا ان ضيوف- انت لو ضيوف انت عند ناس. متجوزه ينفع يبقى بالمنظر كده قدام احنا الناس؟ ضيوف. ولا احنا ينفع ضيوف دلوقتي. نتكلم في وقت تاني؟ اه عادي. لا في كذا- نتكلم دلوقتي اصلا، وانا انا مش صاحبته، انا مراته. طب ماشي، ما انت في شغلك. لا واحنا عادي، جايين- ما هم هنا عارفين اصلا في الشغل ان انا متجوزاه. يعني جبتيه معاكي قبل كده فعارفينه؟ يبقى انا اللي جديده. لا أول كل مرة زمايلي أشوفه. عارفين هنا ان انا متجوزه، بس هم اول مره يشوفوه. وانت مش قلت لي ان انت قايله ان احنا متجوزين؟ لا نسي يقول لي، هيقول لي اما نروح. نسي يقول لك؟ مم. لا انا هجيب لك حاضر حالا اللي يثبت لك ان احنا متجوزين، وعشان كمان تبقي على درايه اكتر ان ما ينساش بعد كده يبلغك حاجه مهمه زي دي. ما ينفعش خالص. قلنا طبعا اما اروح نتكلم. لا هو انت لما تروح لما أروح معايا نتكلم. فهمها. انا مش هستنى ان انت لما تروح تفهمني نهائي. انا حقي هاخده منك قبل ما تخرج من هنا.
طب أصلاً. ماشي، ممكن تروحي تبقي تورينا حقك هتاخديه منه ازاي؟ لا حالا هجيلك على طول، مستنياكي. ثانيه واحده. ما تاخريش ما هو بس. ده اللي أنا ما كنتش لا يا عارف حبيبتي مش ايه هتاخر. اللي ما كنتش انت مش شايف اصلا بتكلمك قدام الناس ازاي؟ بقى. ماشي، هي برضو معاها عذرها، ايه بقى عذرها؟ ده هي صح مش انا. وانت كمان معاكي عذر. طب ينفع نقوم نتكلم في حته تانية؟ ممكن. طب الأستاذة تيجي نتكلم. اما تيجي دي هتوريك ولا بتقولك قالت ايه وانت ساكت؟ هي ايه جايه ولا نمشي ولا؟ تعرفي تقري؟ غالبا أعتقد إن ما ينفعش الكلام ده دلوقتي. اقعد ما مكانك. ينفعش طب إطلاقا. اقعد مكانك. طب مش سيبها بس دلوقتي عشان انا عايزاها اصلا. ما ينفعش لا معلش الكلام ده والله إطلاقا دلوقتي. لو سمحت اقعد. يعني أنت شايفة إن بس المكان بس يسمح؟ أنا- اه بس وانت مش نسيت فاضية. كمان تقول لها ان انت لسه شاري لي السلسله دي الاسبوع اللي فات في عيد ميلادي. لا انا اللي جايباها لك، اخترتها لك انا. انت اللي اخترتيها. وريني، عايزه توريني ايه؟ بعد إذنك. ثانيه ثواني، واحده بس، ثواني، انتوا ثواني، طيب، الاثنين ثواني. بس، انا عايزاكي تقري الورقه كده. هقراها حاضر. اقريها. اسمه ده ولا مش اسمه؟ عنوانه ولا مش عنوانه؟ امضته دي بقى ولا مش امضته؟ استفدت ايه انت بقى لما كدبت علينا احنا الاثنين؟ طب ما كلمتنيش ليه؟ كنت انا عرفت وانت عرفتي احسن. طب قبل ما تتجوزي واحد متجوز ومعاه عيال. لا عادي، هو قال لي ان هو قال لك فهكلمك ليه؟ انت قبلتي، انا لا، ايش لو عرفني ان انا هو قبلت بيكذب اكيد عليكي؟ كنت هاجيلكوا الفرح لو انت مش واخده بالك. لا يعني. احنا ما عملناش فرح، عملنا حاجه كده على الضيق. رديتي بحاجه على الضيق. أنا طب عملت هو فرح. الاسبوع اللي كنا مع بعض فيه قال لك ان هو رايح فين؟ لا بيبقى عنده شغل مأموريات وحاجات عادي يعني. مأموريات ايه؟ احنا سافرنا اسبوع. ما هو اكيد انت مأموريه من مأموريات يعني. لا انا مراته، انا مش مأموريه. انت مش مستوعبه، انا حاسه بيكي. بجد اه والله. لو انت فكرتي الاول ما يعني واحد متجوز ومعاه عيال. هو فيها ايه أكيد لما مش الواحد هتحسي، يتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه؟ هو ما ده شرع وربنا محلل له ان هو يتجوز اربعه؟ لما يكون انا فيا حاجه مش حاجه، في حاجه ناقصه عندي. طب ما هو قال لي ان انت مريضه. مريضه او مش شايفاني ماشيه على كرسي بعجل مثلا؟ لا هو قال لي ان انت بتبصي لي كده ليه؟ هو قايل ان انت مريضه قلب. والله انا هموت فعلا. ما تبصي لها. طب بصي لي، طب برر لحد فينا، مش يعني بلاش تفضل ساكت كده. هشرح لك لما نروح. طب وانا بقى ايه؟ تشرح لها ايه اللي هتشرح عايزه لي ايه بقى؟ انا عايزه انا افهم انا برضه. مش هيتشرح ما لي هو خلاص، انتي- هي اللي انتي- محتاجه يتشرح لها. أنا أنا هي تبقى مفهمك، زوجة أنا انت عندك مفهمك. ولاد بقى؟ ما قالكيش ان هو عنده ولاد؟ قال لي ان هو عنده ولد واحد، ما اعرفش بقى عنده بيكذب في دي كمان ولا لا. لا ضحك عليك انت كمان. شو عنده 3 ولاد من اللي عندها القلب. 3 وعندها القلب، مش هتقدر تجيب لي الولد. الكبير بتاعه يوسف. نعم. اكبر خلفته يوسف ولد اصلا شفتي بقى. طب قول لها عندها السكر، عندها الضغط. أنا ما قلت لا حاجه حاصله بجد مش. قول لها، قول لي القلب بقى. ايه اللي عنده؟ وانت مش قلت لي ان مراتك دي مريضه قلب؟ لما جيت لي والدي والدتي البيت قلت لهم ان مراتك مريضه قلب. أيوه. فضل لها كام أيوة. شهر وهتموت وانا قاعده لك اهو ما موتش. طب ايه بقى؟ طب خلاص استني بقى لما اموت وحاسبيه. مش نعم؟ لازم تحاسبيه وانا عايشه. استني لما اموت زي هو ما انت قالك للدرجه وحاسبيه. دي عندك تسامح؟ لا عادي. مش تسامح، مش هكلمه قدام الناس، مش هينفع احرجه قدام هو اي حد مفيش زي ما كلام انت بتعملي. لا على العموم انا مستنياك بره عشان الموضوع ده ينتهي، انا مش هعدي الموضوع ده بالسهل. طب ما تيجي نروح لها بره نشوفها عايزه ايه. هو أنت ليه مصرة تعملي شوشرة؟ ده انا مش هي. أيوه ما أنت هو عمالة تتناقشي. لا انا محترماك بس عشان الناس اللي قاعده. طب ما أنا مش خلاص، زيها صوتي موقف عالي وموقف لا انا اعرف اخد حقي بس مش بالصوت. هي عماله براحتها. طب حقك إيه اللي تاخديه يعني؟ ما يحلها ربنا. خلاص مع نشوف. موقف لازم نتحمله ولازم نعديه زي ما ده يكون. مين دول يتحملوه؟ لازم نعديه زي ما هو. تعديه يا حبيبي انت وهي، مالكش دعوه بيا. وخليها صوتها عالي كده قدام الناس كده، حلو جميل. عرفت تنقي بجد. طب كنت هات واحده تحترمك. ما هي بتحترمني بس لا انت واضح. حطي نفسك اصحابها يعني ما شاء الله، بص كام واحد اصحابها. وما تنسيش برضو ان هي مالها مشلوله. لا يعني في زي بيبي القردة. في بيبي كده برضو، يعني لازم تبقى متعصبه متنرفزه مستنيانا بره.
ممكن تجيب لي التليفون عشان اشوفها مستنيانا بره تعمل ايه؟ لا ما تحطيش، انا هحل الموقف ده واليوم ده يعدي زي ما يعدي. لا مش هيعدي ان شاء الله. بس لازم يعني مش هنكبر الموضوع على في الموقف اللي احنا فيه ده لازم نعديه. طب يا ريت ما هفكرك. تجيش تاني، خلي حد يقول لها ما تجيش تاني احسن، عشان انا اعصابي كده مسكتها على قد ما اقدر يعني، عشان الناس دي كلها يبقى شكلنا وحش قوي. طب يعني احنا جايين ضيوف عند خلي روح الناس، قول لها ما تجيش تاني احسن لها. جايين ضيوف عند الناس هنعمل مشكله؟ او انا اللي بعمل ولا هي اللي سامحين لها تيجي اصلا ازاي هنا؟ هي مكانها تشتغل مكانها فيه، إيه؟ تشتغل فيه يعني روح تقول لها ما تجيش تاني ونحل مشاكلنا بره. طب انت اللي يعني إيه بتتكلم مروح معاها؟ قدام الناس. ايوه جايبه لك بابي ومامي وخالته. ها مالك مش عارفه في حاجه مش في ايه؟ في واحده شغاله هنا كنت جبتوها طلعت متجوزه جوزي يعني ايه يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ واصحابها دول ها؟ اسأليهم. سامعيني؟ ماشي، هو الموضوع صدفه. حد بس بيكلمني؟ ينفع اخرج لها؟ نعم. ينفع اخرج لها؟ تخرجي فين؟ تخرجي لمين؟ فين؟ للي بره دي. طب خليني اسال المخرج، انا مش هعرف اطلع الحلقه يا جماعه كده برضو. فحد انت شغله نفسك بيها ليه؟ دي واحده تشوف ما شغلها، هي لو بتشوف جت شغلها. بتشوف شغلها. يعني هي لو جت هتعملي شغلها إيه؟ مش هي فاهمة. بتاخد القهوه وبتمشي هي لو جت وروحت. هتعملي ايه؟ مش عارفه بقى بصراحه، مش عارفه رد فعلي هيبقى ايه. لا ما ينفعش حضرتك يعني تتكلمي كده على ضيوفي يعني بصراحه. انا مش شايفه ان ده يعني انا مش شايفه ان ده ينفع. مش يعني هي شغاله معانا في القناه برضه، فمش هينفع تتكلمي عليها كده. اذا بقى حتى لو متجوزاه والعيب عليه مش عليها. ماشي يبقى نحل مشاكلنا مش قدام فرح. الناس. انت نعم. هوا صح؟ ده تاني. انا حاضر. مراته. الورقه اهي. 2021 لا كمان يا فرح، هو قايل لي ان مراته تعبانه وعندها القلب وما عندوش ولاد عندك القلب؟ اللي انت- ومتجوزني عشان عندي خاطر القلب يجي ومخلفه 3 مرات. اه. شفتي بقى؟ ومتجوزني عشان الكذب اجيب ده؟ له الولد. ايه الكذب معجزة، ده؟ عامله له معجزه. متجوزني عشان اجيب له الولد وهو اصلا اول خلفته يوسف. محمد ممدوح سيد. مش عايزه تقعدي، تعالي يا حبيبتي اقعدي مكاني. لا لا تعالي اقعدي مكاني، حتى انت وصاحبتك تبقوا. مين صاحبتها؟ مش عارفه، مش حضرتك قلتي لي صاحبتها؟ يعني حتى لو صاحبتها او مش صاحبتها إيه؟ عامه مش انا فاهمة. مستنياك مشكلة بره وبابا جوزك. على وصول. بحل معاه بقى. طب هي المشكله مشكله جوزك مش مشكلتنا احنا. فلو انت اصل حضرتك هي بتقولي كنت هبقى مكانك. ما دي انا كنت حقيقه. هبقى مكانك بس. طب ما هي على ذمتك، ده حقها على اساس انها تبقى ضيفه في البرنامج مع جوزها. بس هو اكيد ما رضيش يجيبها بقى عشان ما يبقاش علني زي ما هي عملت كده بالظبط دلوقتي. بالظبط. هي شاطره، هي شاطره انها دخلت وعملت كده على فكره. بس انت دلوقتي فعلا عندي انا زيك زيها، انتوا الاتنين مراتاته. لا انت- بس هو قال لي مش عارفه في حاجه هفهمها لك، انا مستنيه افهم. في ايه تاني بعد العقد وبعد الجواز وبعد كل ده؟ في ايه تاني ايوه عايز ما انت فضحتك بقى بجلاجل، قول في ايه عشان حتى تحلي شكلك قدام الناس. طب انت ناويه تعملي ايه؟ اتجوزتها ليه؟ انت ناويه تعملي ايه يا استاذه؟ ناويه تعملي ايه؟ انا هاخد عيالي واروح. حاسبيني عليه. بعد كده يحلها ربنا. حاسبيني عليه. لا حاسب الله، كل واحد هو يخليه مع مراته اللي هتولد وانا هخليني مع عيالي. طب ما يتربوا العيال كلها مع بعض، تبقوا مع بعض، لا لا، تبقوا اسره سعيده. ادام في كذب من الاول مين قال يبقى لك اسيب لك عيالك؟ ما كفايه اللي هتجيبهولك. لا معلش حقه ياخد العيال كلهم، ما انت لا، اللي لا، عايزه لا. تطلقي. ما بسيبش عيالي انا. كنت افكر فيهم. رجعنا لحضراتكم مره اخرى، واحنا طبعا ما طلعناش في برنامج البيوت اسرار، لان زي ما حضراتكم شايفين ما فيش اسرار نهائيا، ولكن احنا طلعنا في برنامج حماتي وزوجتي، وده كان مقلب الزوج عامله في الزوجه. وطبعا هو لا متجوز عليها ولا في قراءة فنجان ولا احنا بنصدق في الكلام ده خالص، ولا في خراب بيوت ولا في اي حاجه. ده هو الزوج حب يهزر شويه مع الزوجه. خلاص